مع حضراتكم. جرثومة المعدة من الحلقة قبل الماضية علاجها غريب شوية ولكنه فعلا فعال وجاب نتيجة طيبة جدا. نصف كيلو من بذور الزيتون المخلل، يعني الزيتون المخلل هناخد البذور بتاعته، هناخد منها نصف كيلو، هيجفف وهيطحن جيدا مع 50 جرام من الثوم الجاف، 50 جرام من الثوم الجاف و10 جرام من الصبرة المرة و10 جرام من الصبرة المرة. يخلط هذا الخليط جيدا، هيبقى عندي عامل زي السفوف، زي الدقيق بالظبط. هناخد منه معلقة سفوف يوميا على الريق، والاكل بعدها بساعتين، تؤخذ على الريق والاكل بعدها بساعتين. ده من الاشياء اللي بتجيب نتيجه طيبه قوي في جرثومه المعده، لان الهيليكوبتر او اللي هي جرثومه المعده بتبقى عايزه تعامل خاص شويه. الاشياء دي فيها بعض المواد اللي بتقضي، او مواد ثلاثيه بتقضي على هذه الجرثومه، وبالتالي بتنتهي تماما مشكله جرثومه المعده.